مساء الفل عليكم. والله انا ما عارف اقول ايه بعد المباراة المملة اللي احنا شفناها. مش عارف نعمل ايه اكتر من كده عشان تفوز. لغينا الفار وبرضه البعيد ما عندوش دم. تحكيم زبالة وكان مفروض يطرد منك الونش وضربتين جزاء يتحسبوا للمصري ومفيش اي مشكلة خالص. فرقة تجيب في نفسها جون في اول دقيقة وتجيب التاني وتخسر 3-2. ده ان دل ان انت مستواك مستوى فاضح. ده ان انت اللي عندك لعيبه على ما تفرج. لعيبه اقصى طموحها كل يوم بينزل يوم عن التاني عن التالت عن الرابع. بعد ما كنا مفروض ان احنا داخلين بننافس على بطولات، النهارده اقصى طموحنا ان احنا نكون في المربع الذهبي. اقصى طموحنا ان احنا ننافس السنه الجايه، ان احنا نلعب السنه الجايه في افريقيا. ده اقصى طموحنا في الفتره الحاليه. كل ده ليه؟ لانك عندك لعيبه عول، لانك عندك مدير فني الراجل مصر ان هو يكمل بيه. احمد عبد المقصود ده هو فاشل بعد كل الماتشات اللي فاتت ومش مستعجل ان يجيب المدير الفني اجنبي وفاضل مستمر بيه. يعني انا ما شفتش ماتش مهين للزمالك قد الماتش ده. فرقه المصري لعبت بالطول وبالعرض. فرقه المصري هنتك اهانه كرويه غير طبيعيه. فرقه المصري استحوذت على المباراه، طول المباراه مستحوذه، طول المباراه مستحوذه، والبعيد ما عندوش دم. طول مباراة المصري 13 كورنر مقابل كورنر بس لنادي الزمالك. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ والله العظيم انتوا كرهتونا في حاجه اسمها زمالك. كرهتونا في حاجه اسمها زمالك. محتاج مساعدات اكتر من كده. ايه؟ فيش فار؟ مفيش فار. لو الفار كان موجود النهارده كان الماتش خلص من بدري قوي. ضربتين جزاء سلام 100%. حكم محمود ناجي حكم فاشل جدا. ظلم المصري النهارده ظلم غير طبيعي. انت استفدت؟ لا، ما استفدتش. الونش كان المفروض يتطرد عشان لعيب راح على الجون. انت استفدت؟ لا، ما استفدتش. الفرقه جابت في نفسها جون في اول 13 ثانيه، يعني المفروض تمسك المباراه. لا، وكمان جبت التاني تقوم دخل فيك 3 اجوان. ده انت لو فرقه في الدرجه الثانيه ما يحصلش بالمستوى ده. للمره الالف قلنا عمر جابر من اسوأ اللعيبه اللي موجوده في مصر ومع ذلك بتلعبه. للمره الالف احنا كجمهور زمالك عارفين مين الصح ومين الغلط. قلنا محمود شبانه من اسوأ المدافعين موجوده في مصر ومع ذلك نزلته. معرفش ليه. قلنا للمره الالف ان عبد الله جمعه لعيب كيرفي بتاعه عالي قوي، ما ينفرض ما يلعبش برضه بيلعب. قلنا المره ال 500 ان رؤى نص ملعب فاشل وبرضه مع ذلك بتنزله. ايه القرف ده؟ انتوا كرهتونا في حاجه اسمها كوره قسما بالله. انتوا عار علينا. انتوا ما بتغوروش. انتوا ما بتشوفوش حد وبتغيروا. ما بتشوفش المنافس بتاعك كده وهو بيصول وبيجول وبيعمل صولات وجولات زي ما بيقولوا وبيصعد لدور المجموعات وبيعمل ريمونتادا عاليه جدا وبيلعب بكره عاليه وانت ما عندكش دم. انت اقصى طموحك تلعب في المربع الذهبي، حتى ده كمان مش عارف توصله. يعني ان الفرقه تهينك اهانه كرويه في المباراه بالمستوى ده شيء يحزن، شيء يقرفك، شيء يزعلك انك زملكاوي، شيء يكرهك انك زملكاوي. لما تشوف فرقه بتهينك بالدرجات دي كده، فرقه مع كل الاحترام ليها فرقه زي المصري، الراجل زعلان ومتضايق ان المفروض انك كان ما يكسبش 3-2 يكسب 10-2 8-2 7-2 وانت ما عندكش دم. لعيبه كلها بتحنكش. انا لو المدرب الالماني اللي انتوا اخترتوه ده، اللي ربنا عالم المدرب ده هيكمل السنه الجايه ولا مش هيكمل، احساسي من جوايا ان المدرب ده اخره الدور ده وبعد كده هيمشي، لان هو شكله تعبان وشكل القماشه اللي معاه زي الزفت. انتوا كلعيبه ما بتحترموش نفسيكوا. انتوا كلعيبه بتلعبوا فرقه المصري، فرقه يعني مستواها تحت جدا وهي عماله تهينك بالطول وبالعرض وكل ده ولا انت هنا. اصل انت الرئيس النادي بتاعك مش فاضي. رئيس النادي بتاعك رايح جاب نادي الهلال السوداني ولكنه كيد نسا. ده كيد النسا. ما هو ربك ما بيباركش. ايه المناسبه دلوقتي انك تجيب الهلال السوداني وهو لسه هين ابن بلدك، لسه ضارب ابن بلدك، لسه ضارب الامن المصري في المباراه الاخيره. انت لو عندك دم ولو عندك كرامه ما كنتش تجيبه. لو عندك دم ما كنتش تجيبه. يعني واحد هين ابن بلدك وواحد قال ادبه عليك وواحد ضرب في بيتك جاي تكرمه وجاي تتصور معاه. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ والله العظيم انت عرتنا.
انت عرتنا، انت جرستنا مع اي حد بيقابلنا. يعني ليه حق الاهلاويه فعلا يكرهوك، يتمنوا لك الشر، لانك ما بيطلعش منك اي قرار صح. لا انت ولا ابنك ولا مجلس الاداره بيطلع منكم اي قرار صح. زي الجهاز الفني اللي جايب لي محمد عبد المنصف هو يكون مدرب حراس مرمى. درب مين محمد عبد المنصف؟ درب مين محمد عبد المنصف؟ هو درب مين؟ نادي الاهلي نادي محترم، رايح جايب مدرب حراس اجنبي بيفهم اداره فعلا. زي ما انا قلت الفيديو الاخير اللي انا كنت بتكلم عليه واتهاجمت من ناس كتير زملكاويه ان انا بطبل الاهلاويه. انا مش بطبل، والله العظيم انا مش بطبل، انا بديهم حقهم. الشقيان والتعبان انا بديه حقه. الناس دي اشتغلت ووقفت واتلعبت صح، عشان كده ربنا كرمها، عشان كده هم في المصاف النهارده الفرق، عشان كده النهارده هو في افريقيا، عشان كده هو اول الدوري قبل ما يتلعب اي حد. لكن انا ابدا البطوله او ابدا الموسم او اكون عايز اخد دوري تالت مره افشل اقول ما عنديش دم، اخد السوبر افشل واقول ما عنديش دم، اخد الكاس افشل وما عنديش دم، العب على افريقيا والسنه دي بقى اجيب سكواد جامد وافشل وما عنديش دم. كمان اوصل لمرحله ان انا السنه الجايه ما اكونش العب حتى في الكونفدراليه. حتى الكونفدراليه مش هنلعب فيها. هنلعب السنه الجايه مع مين؟ بقينا في نفس الفرق ان احنا في المناطق الدافئه السابع والثامن. هو ده مستوى نادي الزمالك؟ هو ده اللعيبه اللي انت جبتها بالملايين؟ مش هي دول اختياراتك؟ زي واحد بيقول لي الفرق بيننا وبين الاهلي 20 بونت، وانا مالي ومال الاهلي؟ ده الاهلي بعيد قوي عني. انا اقصى طموحي، بس اقصى طموحي اخد اول الاربعه. يعني انا كمفروض كزملكاوي بلعب على الثاني عشان دوري ابطال افريقيا. حتى ده بقى حلم بعيد، يعني ده بقى حلم بعيد. فيوتشر النهارده 42 نقطه وانا 36 بونت، يعني البعيد ما عندوش دم. وبالمستوى ده مش هنعرف نعمل حاجه. انا قسما بالله عندي دور تعب بقاله 3 ايام بس مش قادر. يعني عندي جوايا كبت كلام كتير، ما كنتش هطلع اعمل فيديو، لكن فعلا طلعت من كتر القرف، من كتر ما انا زعلان، من كتر ما انا مهقور، من كتر ما انا حزين ان انا زملكاوي، من كتر ما انا حزين. يعني احنا لو جمهور احنا اللي بنلعب قسما بالله قسما بالله كنا دغدغنا الدنيا. لو عندنا بس حميه، لو عندنا كرامه، لو عندنا بس راعي الجمهور الغلبان التعبان الزعلان دوت. فرحوا يا عم بفوز في دوري، فرحوا بفوز في دوري. اكون كسبان 2-0 اخسر 3-2 وانا بلعب المصري، مع كل الاحترام للمصري 2-0 مش قادر وفاشل قفل. حتى الونش جاي تعبان، حتى الونش النهارده فضايح، شبانه النهارده فضايح، عمر جابر الله ينتقم منه. قررنا في حاجه اسمها كوره، انتوا جنتونا والله. عايز اكتر من كده. الناس كلها قالت، كل الاهلاويه عندهم حق قسما بالله، ان الزمالك بدون الفار الزمالك الحكام بتطبل له وكله بيخاف يعمل له حاجه. عندهم حق، والله العظيم عندهم حق. النهارده الحكم فاجر. كرة الونش ضربة جزاء 100%، والله مليون في المية ضربة جزاء. والكرة اللي قبلها ضربة جزاء برضه. والكرة بتاعت الونش رايحة على الجون وهو رايح على المرمى ضرب طرد. ومع ذلك برضه ما بنستفدش، برضه البعيد ما عندوش دم. والله العظيم احنا نادي ما عندوش دم، واللعيبه بتتعولى في الملعب. وانت النهارده ما بقاش عندك امل غير الدوري، غير انك تلعب تاخد مركز تاني. شفتوا الطموح السيء هنا وصلنا لمرحله عامله ازاي؟ انتوا جنتوا الجمهور. انت قسما بالله هتوصلونا لمرحله ان احنا نلعب عن اليوم اللي احنا شجعنا فيه الزمالك، وهنتفرج على الزمالك كده ولا هنتابعه. زي ما انا قلت بقالي زمن وكل كلمه بيطلع عندي حق. والله العظيم قسما بالله هنبقى زي الترام، زي السكه الحديد، زي فرق زي الاولمبي، فرقه راحت وما رجعتش تاني. هو دي نهايه نادي الزمالك. نادي الزمالك محتاج 20 لاعب، وانت نادي كحيان مديون. رئيس النادي بتاعه مش فاضيلك، رئيس النادي بس فاضل في الشو بس. هو كل الشطاره بتاعته الشو بس. لكن ان يشتغل بقى ويخلي عنده دم بقى ويركز مع الفرقه بقى ويتكلم صح بقى ويوصل رساله للعيبه ان انا اتغيرت وان انا بقيت بني ادم تاني وان انا هدور على مصلحه الفرقه. لا لا، ملعون ابو الزمالك. تحرق
ما هي الكراسي قاعد وبخلص مصالح منها. عمال تقول لي انا اللي جيت وظبطت النادي وانا اللي عملت الكراسي وانا اللي طورت النادي وانا اللي عملت فيه طفره تاريخيه. يحرق ابو دي طفره تاريخيه. انتوا خدتوا الزمالك ونزلتوه تحت. احنا خدنا الدوري في عدم وجود المجلس ده، والدوري التاني الاهلي ما كان مشغول. غير كده ما بنعملش اي شيء. لكن خلاص بقى الكل طفح. قلنا افريقيا وصعبه علينا عشان احنا شويه نسوان، مش هنقدر ان احنا ننافس مع الرجاله بتاعت افريقيا، فالنسوان روحنا. احنا خلاص روحنا. طب خلاص الدوري ما بنلعبش على دوري، خلينا ناخد مركز تاني. اديني مركز تاني اقصى طموحي. شفت الفشل اللي بقينا فيه؟ شفت الفشل؟ طب انا مش راضي بتاني. حطيني في اول 4 عشان العب السنه الجايه في افريقيا زي الانديه النظيفه. حتى دي كمان مش هشوفها. ايه كميه الاهانه اللي في الزمالك دي؟ لحد امتى هتفوقوا؟ فوقوا بقى وارحمونا قسما بالله، انتوا هتتعبونا. احنا بقى وشنا في الارض. احنا كل اهلاوي بيحط علينا لان احنا مش عارفين نرد عليه. مش عارفين نرد عليه. بقينا هفايات، بقينا مسخره الفرقه قسما بالله. بقينا نادي مهين، نادي ملطشه. كل من هب ودب عايز نقط من نادي الزمالك تعالى خد منه. ده اهطل. انت عارف يعني ايه نادي اهطل؟ احنا بقينا كده. لحد امتى؟ يعني انت عارف انت لو بدات المباراه المصري اتقدم فانت اتعادلت، المصري جاب التاني فانت كذا، كل الكلام ده ماشي. لكن اكون كسبان 2-0 والفار بيساعدني والحكم في غيبوبه واخسر 3-2 ولعيبه المصري تتعولق وكنت ممكن تجيب 4 و5 و6. ليه القرف ده؟ ليه احنا عملنا ايه في حياتنا عشان يبقى في قرف زي كده؟ اي لعيب بيلعب في نادي الزمالك اللي بياخد اقل واحد منهم بياخد 50-60 مليون. لعيب زي عمر جابر ده بياخد 45 مليون جنيه يدفعهم في الحرام. 45 مليون جنيه ما بيحللش منهم جنيه. 5 مليون جنيه. حتى اللي جوان مش عارفين الجون مين يستحله. صبحي بقى فاشل وعواد افشل منه. ده بيخش يشيل فيه 3 وده بيخش يشيل فيه 4. الاتنين بقى مهانين. الدفاع ضايع. شبانه ده من اسوأ المدافعين. ده حتى الولد اللي نزل حاتم سكر ده ضربتين برجليه في وش اللعيب، لو في فار كان اتطرد. اكتر من كده مساعدات ايه؟ واخسر برضو. ما انا هستغل الظروف امتى؟ يا عم هقول لك انا راضي بفوز حرام يا جدع. شوف انا وصل مرحله شفت انا بقيت واقع ازاي. اطلع اقول انه فوز حرام بس انا خلاص بقى من كتر ما انا واقع، من كتر ما انا بتهان كل يوم عن التاني. فوقوا بقى وارحمونا. فوق انتوا تعبتونا نفسيا. كل واحد زملكاوي شايل جواه خرا زفت بيعيط من كتر القرف اللي احنا بنشوفه. مفيش حاجه خالص، لا في روح ولا في اي حاجه. الكل مش بيلعب ولا حتى المستوى ولا حاجه. يا جدع انتوا ما حدش خد باله ان ولا واحد من لعيبه نادي الزمالك ولا واحد من حاجه في اي اعلانات من رمضان في اي برامج من رمضان. انتوا بقيتوا مهانين زيكوا زي الاتحاد مع كل احترام، زي المحله زي المصري. هتوصلوا لحد فين؟ ده في ملايين بيشجعوك. هم ذنبهم ايه؟ ما هي العين الزباله اللي اختارتكم هي اللي جابتكم. لما نجيب زي عمرو السيسي ابو شعر قد كده يروح يكلم احمد عبد المقصود يقول له انت فاكر نفسك مدرب؟ ما هو عارف لو في دكر في مدير كره ولا عارف لو في دكر رئيس نادي ما كانش عمل كده. لكن انتوا مهانين. انتوا جبتوا لنا الاهانه بالمنظر ده. كفايه قرف. ارحمونا يرحمكم ربنا. كل لعيب محترم بيلعب في نادي الزمالك العب عشان خاطر الجمهور. العب عشان خاطر الجمهور اللي طفح الكيل منكم. العب عشان خاطر كرامتك. العب عشان تحلل الملايين السوداء اللي خدتهم من مدير تعاقدات فاشل. من أسوأ مدير التعاقدات اللي شفناه. ما جابلناش صفقة عدلة واحدة ما جابهاش. حتى اللعيبة اللي كانت عدلة كان تركي آل الشيخ اللي كان جايبها. وانتوا شوية فشلة. حتى قناة نادي الزمالك قناة الفشلة. ده من أسوأ قنوات موجودة على الساحة قسما بالله. وانا زملكاوي عمر ما ايديا بتجيب الريموت عليها ولا اتفرج على فيديو ليها. كلهم طبيلة من فطوطة للدرديري للأسوأ.
نادي الزمالك مش كده خالص، ولا يمت صلة بكده، ولا يمت بصلة كده. عندك حق، ولا اتكلمت في النقطة دي. راح يجيب نادي الهلال، راح يكرمه. ده انت البعيد بجح، ده انا ابن بلدي ازعل عليه. يخرب بيت ام الكره اللي جواك. هو الاهلي عمل لك ايه؟ هو عشان شاطر واحسن منك وانضف منك انت عامل كده؟ واحد هيطلع يقول انت بتطبل. لا انا بطبل؟ انا عمري ما الاهلي عمل لي شيء، وقسما بالله عمري ما الاهلي عمل لي شيء، ولا جاب سيره الزمالك بكلمه. هو عشان شاطر بيعرف ياخد لعيبه، وبيعرف يتعاقد مع لعيبه، وبيعرف لو انت عايز، انت قعدت سنه تتفاوض مع الكندوسي، هو راح خده. هو شاطر فتكرهه؟ انت قعدت سنه واتضحك عليك من مصلحي عشان تجيب مروان عطيه وراح خده، اكرهه؟ ما اكرهوش. هو راح خد منك كهربا عشان انت اهطل، عشان انت اهطل، فاكرهه؟ ما اكرهوش. انا هكرهه ليه؟ عمره ما جاب لك سيره وحشه، عمره ما طلع شتمك. كان زمان بيطلع سيد الحفيظ يلسن علينا، ما بقاش يلسن، ما بقاش يتكلم، ما بقاش يجيب سيرتك باي كلمه. اكرهه ليه؟ اهو ما انا النهارده فرقه زي الهلال دي كده هنتك والكل شافه، الفيديوهات كلها اتسربت، اهو راح جاي مكرمه. ده انت بجح يا جدع، والله العظيم بجح. حتى لو انا ما بحبش النادي الاهلي، وحتى لو انا زملكاوي، برضه ما رضاش على ابن بلدي. نفس الكلام اللي انا قلته الفيديو اللي فات، لازم يكون في دم. وانت فكرك ربنا عمره ما هيبارك؟ ربنا عمره ما هيبارك طول ما انت كده. هيفضل الفقر في ناديك على طول، هيفضل السواد في ناديك على طول، هيفضل اللعيبه اللي بتلعب عندك بتلعب بدون روح، بدون دم، بدون اي شيء، مش عايزه تديك، لانك ربك مش مبارك لك، لانك مفتري، لانك مفتري. حتى لو مرتضى نزل عقوبات تاني يوم هيشيلها. ما هي دي الخيبه، ما هو دي الخيبه. مع اول فوز عبيط مع المقاولين ولا البنك الاهلي ولا اي شيء هيشيلها. مش زي فرقه تانيه، زي نادي كبير زي النادي الاهلي ومحدش يقول لي انا بطبل. لما بينزل عقوبه فهي العقوبه، ما بتتغيرش. زي ما غلط المره اللي فاتت احمد عبد القادر، اتغرم غرامه كبيره وطلع بس راس المدير الفني، ومع ذلك الغرامه اتطبقت، مش هتتشال، عمرها ما هتتشال. هو ده الفرق ما بين النادي الناجح والنادي الفاشل. هو في ما بين النادي اللي عايز ينجح والنادي اللي بيدور على مناظر والنادي اللي بيدور على شو. نفسي اسالك سؤال، انت استفدت ايه من موقف الهلال؟ بتكيدي الاهلي؟ بتكيدي الاهلي؟ ده انت بتكره الناس فينا اكتر، ده انت بتخليه مش طايقك اكتر. عشان كده ربك مش مبارك لك في فرقتك. فرقتك دايما فيها فشل، فرقتك دايما فيها حرام، فرقتك دايما فيها سواد، فرقتك دايما فيها مصايب. فرقتك ربنا ما بيباركلاش حتى في الفوز. لو اي فرقه تانية النهارده بتلعب وكسبانه 2-0 مش هتخسر 3-2. برضه نفس ما اتعلمناش في ماتش المريخ، الناس طلعت هللت وحضنوا بعضيهم بعد ما طلع اخر المجموعه ولا تالت المجموعه، وانت برضه كنت كسبان 2 و3-2 برضه، وربنا كرمك وخطفته جنين بالعافيه في الاخر. نادي الزمالك ما يستاهلش كده. نادي الزمالك محتاج تفوير، نادي الزمالك محتاج تفوير من مجلس الاداره، من مجلس الاداره يمشي، ومن اللعيبه تمشي، ومن كل شيء يمشي. لان احنا نادي بنعشق حاجه اسمها زمالك، بنحب حاجه اسمها زمالك. هل حد من جمهور نادي الزمالك، هل حد من لعيبه نادي الزمالك بيتحرق زينا كده؟ بيتحرق زينا كده وبيتعب من جواه لما فرقه المصري النهارده تهينك، تهينك كرويا فعلا. يعني ايه فرقه تجيب 13 كورنر وانت كورنر واحد؟ يعني ايه تجيب 13 كورنر وكورنر واحد؟ يعني ايه فرقه تروح 50 مره على الجون وتتعولى وتضيع، وانت اللي انت تخلع كده؟ انت المفروض كنت تخلص النهارده 5-6-2، 5 على الميت. حسب الله ونعم الوكيل في كل من هان نادي الزمالك. ونادي الزمالك بريء منكم والله العظيم. نادي ولسه الضحك اما نشوف اختيارات هيريليتش دوت الالماني، هنشوف قصته ايه معانا. لان انا برضو شخصيا مش متفائل، يعني الشخصيه دي مش متفائل بيه. لا درب حد، كلها مدارس شباب ومدارس شباب. بقول لك انا جايب مدرب مشروع، ربنا عالم ايه اللي ممكن يحصل في نادي الزمالك الفتره اللي جايه. لكن كل اللي بيحصل في الزمالك ده حرام، ونادي الزمالك ما يستاهلش كده. وانا يعلم الله
انا تعبان بقالي 3 ايام وخلصان، لكن خلاص الكل طفح. مش قادر احصر جوايا وكميه القرف وكميه الزهق اللي انا شفته دلوقتي. لحد امتى هنفضل متهانين من كل الفرق؟ لحد امتى؟ بكفايه فضايح بقى. لموا الفضايح بقى، خلوا منظرنا عدل. خلينا نشوف اي حاجه. شيكابالا ده ربنا اشوف اليوم اللي يحتسب فيه ويريحنا. والله العظيم وباء على نادي الزمالك. شيكابالا وباء على نادي الزمالك، وباء. لان شيكابالا نيته زفت في نادي الزمالك. والرباط المعلمين شيكابالا بعمر جابر بالناس دي كلها لازم تمشي. كفايه بقى، كفايه ونغير بقى. كفايه، الزمالك محتاج تفوير. اتمنى والله العظيم من كل امنيه ان يتحل مجلس اداره نادي الزمالك. احنا بدون مجلس كنا عايشين كويسين، على الاقل كنا بنصعب على الناس، ولو كنا بنخسر وكنا بنعمل بيقول لك اصل احنا ما عندناش مجلس واحنا محلولين. لكن وجودنا دلوقتي ولا ليه لازمه، ولا المجلس دي لازمه، ولا اي شيء ليه لازمه بيحصل في نادي الزمالك.